لو بتستخدم الذكاء الاصطناعي في البرمجة وخصوصا عشان تبدأ مشروع جديد ففي مبدأ سهل جدا بس مهم جدا انك تكون عارفه. المبدأ دوت هيساعد اي حد يفتح المشروع بتاعك انه على طول يفهم المشروع ده بيعمل ايه، وكمان بيساعدك يبقى عندك اركتكتشر نضيف فتقدر تعدل على السيستم بعد كده براحتك او تعمل له سكيلينج وتكبره، ولو ظهرت اي مشاكل تقدر تحلها بأقل وقت ومجهود. وحتى لو مش هتحل المشاكل بإيدك وهتخلي الاي اي هو اللي يحل المشاكل ديت، فالاي اي او الذكاء الاصطناعي هيبقى فاهم بالظبط الابليكيشن بيعمل ايه باقل عدد من التوكنز ويقدر يساعدك ويطلع لك احسن جوده. اهلا بيك يا صديقي في الزتونه رقم 10 من كتاب الكلين اركيتكتشر، واحنا النهارده بنتكلم عن مبدا اسمه ذا سكريمينج اركيتكتشر. في كتاب الكلين اركيتكتشر الانكل بوب بيقول لك لو بصيت على رسمه البيت فهتعرف فورا انه بيت. الرسمه مش هتقول لك هو مبني بطوب احمر ولا اسمنت، بس هتقول لك ان ده بيت مبني عشان الناس تسكن فيه. لكن بقى في السوفت وير في ناس كتير وحتى موديلز كتير من الاي اي بتعمل العكس. اول ما تفتح المشروع هتلاقي فولدر اسمه كنترولر وفولدر اسمه فيوز وفولدر اسمه مودلز. وهنا بقى المشكله، الهيكل دوت زي الام في سي او الموديل فيو كنترولر ما بيبقاش معبر عن طبيعه السيستم والسيستم دوت بيعمل ايه. الفريم ورك اللي انت بتستخدمه المفروض يكون مجرد اداه، لكن الاركتكتشر المفروض يكون بيعكس طبيعه الابلكيشن او النظام اللي انت بتعمله. في السوفت وير بقى الصح انك لما تفتح المشروع هتلاقي فولدرات بتعبر عن اليوز كيسز او الفيتشرز بتاعه المشروع بتاعك. يعني مثلا لو افترضنا ان احنا بنعمل نظام لاداره مستشفى، اول ما تفتح المشروع بتاعك هتلاقي فولدرات زي بيشنت مانجمنت، بيلينج، ابوينتمنت سكادولينج، وهكذا. وبكده الابلكيشن بتاعك اول ما تفتحه بيصرخ ويقول انا نظام اداره مستشفى. عشان كده الكتاب سماه ذا سكريمينج اركيتكتشر. انت بقى لو بتبدأ مشروع جديد وجيت للذكاء الاصطناعي وقلت له ابني لي الاركيتكتشر بتاع المشروع بتاعي، ساعتها هيبني لك الاركيتكتشر على مزاجه. لكن بقى لو انت عايز تطبق مبدأ ذا سكريمينج اركيتكتشر من كتاب الكلين اركيتكتشر هتكتب له برومبت زي ده: generate the project structure, do not use folders like models, views and controllers on the root directory of the project. Use the screaming architecture where the root folders screaming the business intent and use cases, hiding the framework details behind. كده بقى الذكاء الاصطناعي هيفهم انك باش مهندس تقيل وفاهم اركيتكتشر، وهيخلي كمان اي حد يفتح المشروع بتاعك يبقى عارف بالظبط هو بيعمل ايه، فيقدر يعدل عليه بسهولة ويقدر يخش يشتغل معاك على المشروع بسهولة. بالاضافة كمان ان لو في اي مشاكل ساعتها هتكون الفولدرات او تقسيمة المشروع بتاعتك كويسة وبتعبر عن البيزنس. وفي الاخر يا صديقي ما تنساش تتابعني وتعمل فولو لايك عشان تشوف الجديد.